السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم بخير. اليوم بسوي لكم إدام باكستاني بامية مع لحم، فلا تنسوا اشتراك في القناة وضغط الزر عشان يوصل لكم كل جديد. فنبدأ نقول بسم الله. نغسل البامية زي الناس وبعدين نحطها في الصفاية، وبعدين نشيل راسها وديلها. عندنا ذكريات حلوة للطفولة، كنا نلعب بالرؤوس هذه ونحط على وجوهنا ونصير هنود الحمر. ديك الأيام كانت مرة تيجي أفلامهم في التلفزيون، القناة السعودية، فأكيد انتو كمان عندكم ذكريات كده حلوة، فتتذكروا لما تيجوا تعملوا شيء. يا ريت تشاركوني بالكومنتات ذكرياتكم، والله يرحم جميع موتانا المسلمين اللي فارقوا الحياة. بعد ما نقطع البامية نحط عليها شوية ملح ونخلطه ونتركها ل10 دقايق أبال ونحن نجهز الأشياء الثانية زي البصل والطماطم نقطعهم. أخذنا 5 حبات من البصل وقطعناه شكل طولي كده، وبعدين أخذنا طماطم قطعناه مربعات، وبعدين نقلي البامية في الزيت حتى يصير لونها ذهبي ونشيلها من الزيت. وممكن في نفس الطاولة نكمل الوصفة، نشيل الزيت ونحط عليه اللحم، وبعدين نحط فيه البهارات زي فلفل أحمر وملح وكركم، بس ما تتحط بهارات كتيرة في البامية. وحطينا توم وزنجبيل وسبكناه، وبعدين نضيف عليها موية عشان يستوي اللحم على حسب اللحم اللي عندكم. لحم بلدي ياخد وقت، ولحم باكستاني يستوي بسرعة. وبعد ما يستوي اللحم نحط عليه البصل نخلطه مع اللحم، وبعدين نغطيه كده 5 دقايق، وبعدين نضيف عليه الطماطم برضو نخلطه، وبعدين نغطيه ل5 دقايق حتى تتبخر الموية حقتهم. وبعدين نضيف عليه فلفل أخضر وحبة سودا ونانخا، وبعدين نضيف البامية ونخلطهم، وبعدين نغطيه ونطبخ حتى يتسبك وتنشف الموية هذه اللي انتوا شايفينها. وكده إدام بامية باللحم يصير جاهز. ناس يسووه بالدجاج ويسووه بالمفرومة، بس أطعم شي في اللحم. أنا ما عمري سويت في الدجاج ولا في المفرومة. فانتوا مع ايش تحبوا البامية، مع لحم ولا دجاج؟ إن شاء الله عجبتكم الوصفة. كده الندام صار جاهز وتقدموه مع شباتي أو خبز باكستاني ومع لبن ودقوس وكل شيء. فنستأذن، إن شاء الله نتقابل تاني في فيديو جديد مع وصفة جديدة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع عائلتكم وأصدقائكم. مع السلامة.